بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بناتي، أخواتي، صديقاتي، متابعي قناة عالم سمسمة للكروشيه والتريكو في كل مكان، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله هنكون عندنا شوية تريكو. هنبتدي هناخد البدايات. أنا كنت عملت قبل كده بلوفر وقلت فيه الحاجات دي كلها، بس في ناس عايزة تفصيل أكتر أو محتاجة إن هي تبقى عايزة مثلا تتعلم البداية، لسه ما يعرفوش التريكو فعايزين يتعلموا البداية إزاي. احنا عندنا تقريبا 4 بدايات، يعني إذا كان في حاجة أكتر من كده يا ريت تقولوا لي. عفوا. أول بداية، البداية اللي هي السهلة جدا، أنا هجيب الخيط كده وهروح في أول حالة عندي هربط الخيط كده، هربط الخيط في أول حالة، في أول حاجة كده. هاجي أروح ماسكة الفتلة بتاعتي وألفها حوالين الصباعين دولت، وهروح مدخلة الإبرة كده تحت الخيط وبين يعني في المنتصف بين الصباعين وبين الخيط، وهروح شدة الخيط كده. أنا كده عملت حلقة. واحدة تانية هجيب الخيط اهو كده على ايدي، هلفه لفة واحدة، هدخل الإبرة تحت الخيط، هشده. أنا كده عملت حلقة تانية، تاني لفة كده. يبقى دي أسهل طريقة في البداية، بس عيب الطريقة دي إن هي بتخلي الشغل بتاعك بيبقى مشدود، يعني من تحت كده. يعني مثلا هنا شوفوا ده واخد المطة بتاعة الغرز اللي فوق، لكن لو انت عملتيه بالطريقة دهيت، عملتي البداية بتاعتك بالطريقة دي، هتلاقي ان البليسيه بتاعك هيبقى الحتة اللي تحت ده هي بدل ما هي واخدة نفس الحجم او نفس التمدد او نفس الشكل بتاع الغرز اللي فوق، لا دي هتلاقي المنطقة دي كده شدة، مش تيجي تعمليها مش هتاخد عندك التمدد بتاع الغرز بتاعتك، هتلاقيها مشدودة من هنا، فهتخلي شكل الشغل عندك مش حلو. وكمان لو حصل ان في زاد شويه المط شويه او بتاع ممكن يتقطع، وبالتالي شغلك كله يبوظ. فعشان كده احنا دي الطريقه دي انا ما احنا ما بنحبذهاش، لكن انت ممكن تستخدميها بس لو انت عايزه عامله عروه ومحتاجه ان انت تزودي غرز فوق الغرز اللي انت قافلاها، او ان انت مثلا بتشتغلي الشغل بتاعك بدل ما احنا بنشتغل من تحت هنا لفوق، لا في احيانا احنا بنشتغل من الجنب، فلما تيجي تشتغلي من الجنب بتحتاجي ان انت تزودي غرز هنا، فبالتالي لما تيجي توصلي عند حردة الكم او عند الكم فبتعملي غرز كتيرة هنا هو كده، انت ما بتبقيش عاملاها من البداية. فدي ممكن نعمل فيها الطريقة دهيت، او في طريقة تانية. انا دي ابسط حاجة، دي ابسط طريقة من طرق البداية، وغالبا ما فيش حد بيشتغل تريكو بيستخدمها، اللي زي ما قلت لكم كده ان انت مثلا عايزه تعملي غرز فوق وانت قافله مثلا عامله عروه، عايزه تعملي الغرز فوق الغرز اللي انت قافلاها، فبتعملي بالشكل ده. في طريقه تانية، خلاص هي دي كده، دي او ابسط طريقه، اول طريقه ادي خلاص دي كده. في طريقه تانية برضو بتبقى زيها كده. انا الخيط بتاعي مربوط، انا ما حددتش الطول اللي انا عايزاه لسه. انا بعمل ايه لما نيجي نشتغل التريكو؟ بنفضل ان احنا نعمل عينة. العينة دي بتبقى عبارة عن 10 غرز او 20 غرزة، على حسب الغرز اللي انت مثلا بتبقي يعني عايزة تبتدي بيها. فبتبتدي 20 غرزة، وبعدين بتشتغلي كام سطر بيها، وتشوفي ال20 غرزة دولت يعملوا لك كام سنتي من الشغل بتاعك. لازم لما تيجي تشتغلي الكروشيه او التريكو لازم تشتغلي سواء يعني اللي هو البلوفر، او هتعملي بلوزه، او هتعملي فستان، او هتعملي حاجه، لازم الحاجات اللي هي بتحتاج قياس لازم تشتغليها بباترون
او حاجه تكون قياس ثابت عندك، عشان لما تيجي تشتغلي الشغل بتاعك يبقى سليم، ما تضطريش ان انت تقفلي. انا بس هضطر ان انا هعمل حاجه هنا كده، انا دي هقلبها كده اهوت، عشان انا اخلي الفتله اللي هي مربوطه دي السايبه دي للناحيه التانية. هاجي بقى هنا هروح عامله ايه في الخطوه الحاله التانية بتاعه البدايه. انا هاجي هخش هنا بين تحت الابره عند الخيط هنا، شايفين الخيط؟ ادي الخيط، شايفين الخيط؟ ادي الخيط اهو اللي انا كنت رابطاه، ادي الابره اللي كان مربوط عليها الخيط، ادي الابره التانية اللي في ايدي. باجي اعمل ايه؟ باخد الابره وبروح جايه لفه من تحت لفوق، لفاها كده حوالين الابره، واروح واخداها، شايفين؟ من بين الحلقه وبين الابره، اروح مطلعه حلقه تانية. الحلقه التانية دي اروح جايه واروح لقطاها على الابره الاولانيه اللي كنت انا بشتغل عليها. هاجي هنا اروح داخله في الابره في الغرزه اللي انا لسه عاملاها اهو، اروح داخله برضو تحتيها. ممكن ما تشيليش الابره يعني، لو انت مفيش مشكله عندي. هتلفي الابره الخيط كده، شايفين؟ ادي الخيط اهو في ايدي، بلف من تحت لفوق كده حوالين الابره، وبروح جايه نفس الفتله اهي، اروح واخداها واروح طالعه بيها. هطلع بيها، شايفين انا طالعه ازاي؟ هروح جايه بالابره التانية واروح داخله واروح لقطاها، هنقلها. ممكن خليها زي ما هي كده، عشان احنا كده كده هنخش تحت هنا. هلف لفة اهو، واروح داخلة واروح جاية واروح مطلعة الحلقة دهيت، اروح لقطاها على الابرة الاولانية اللي كان عليها العقدة الاولانية او الحلقة الاولانية. لفة اهي تاني واروح طالعة هنا كده، لا لفة واروح طالعة واروح لقطاها على الابرة التانية، لفة واروح طالعة بالحلقة، اروح لقطاها بالابرة الاولانية. يعني مخلية دي زي ما هي، مفيش مشاكل يعني، لان كده كده لما برجع احطها تاني اهي لفة اهي، اروح مطلعة الابرة، اروح مدخلة الابرة بين الحلقة تحت، بين الحلقة وبين الابرة اهي، واروح لقطاها على الابرة الاولانية. لفة تانية واروح لقطة، اروح مطلعة اسفة الحلقة والقطها على الابرة التانية، وهكذا. هنا دي برضو دي بنلاحظ ان هي نفس تقريبا زي الطريقة الاولانية، لكن الاختلاف ان هنا ان الخطوة دي او الطريقة دي بتخليها يعني سهلة شوية، بتبقى تمددها اكتر مرونة، تمددها اكتر مرونة. لو انت حبيتي تعملي برضو الطريقة دي، احنا بنستخدمها لما بنكون بنشتغل من الجنب، ما بنشتغلش من تحت لفوق. الطريقة دي أنا بشتغلها، دي بتساعدني لما بكون عايزة أشتغل حاجة، أنا واخدة أنا الشغل من الجنب كده، عايزة أكمل الكمام، عايزة أكمل حردة الرقبة، فبعمل الطريقة دهيا. الطريقة دي برضو ظريفة يعني، برضو بتديكي أكتر، عندها مرونة أكتر من الطريقة الأولانية اللي أنا قلت لكم عليها. طيب دي كده دي طريقتين. طب نيجي للطريقة الثالثة. الطريقة التالتة انا بعمل ايه؟ انا عندي هنا خيط اهو، ادي الحرف بتاعه، ادي حرف الخيط اهو، حرف الخيط. بجيب الابرة، بروح جايبة لفاها بقى زي، او ممكن نربطها. انا هربطها هنا برضو، ربطة البداية هي كده اهو، شايفين؟ وبعدين هروح مطلعة الحلقة دي من الابرة واروح لفاها كده، عشان خاطر اخلي الفتلة اللي هي السايبة دي ناحية ايدي الشمال، ويبقى الخيط التاني اللي هو مشابك فيه الشلة ناحية ايدي اليمين. بعمل ايه؟ باخد الخيط وبلفه كده زي نفس اللفة الاولانية اللي احنا كنا عارفينها، بدخل الابرة بالمنظر ده هو تحت الخيط، اجي الفتلة التانية اروح جاية لفاها، شايفين؟ اجي الفتلة التانية
اروح جايه لفاها على حوالين الابره، واروح جايه واروح مرده ده هو التاني، واروح سحبه الخيط تاني. هعمل لفة حوالين ايديا اهي، حوالين صوابعي. الابرة دخلتها تحت الخيط، الفتلة التانية اهي معايا، لفيتها حوالين الابرة اهيت، وهاجي هروح معدية الحلقة دهيت من فوق الابرة، من حوالين الابرة، وعملت غرزة اهي كمان، لفة تاني ودخلت الابرة تحت الخيط، لفة من الخيط التاني، عديت الحلقة من فوق الإبرة، وعملت غرزة اهي كمان، لفة كمان اهي، ادي كده كده كده، سهلة مفيش حاجة. ادي اهي دخلت الإبرة، لفيت حوالين منها الخيط التاني، رجعت رديت تاني الحلقة، عديتها من فوق منها، لفة حوالين الصوابع اهي، لفة حوالين الإبرة، خرجت الحلقة، عديتها من فوق الإبرة، وهكذا اهيت كده. انا كده 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 لفه، انا ماسكه الخيط اهو بايدي اهو، ادي دخلت كده، لفيت دي كده، رحت معديه الحلقه، لفاها حوالين الابره وخرجتها بالمنظر ده هو. يبقى دي كمان طريقه اهي اتعملت، وبرضو ادتني هنا مرونة شوية، وإن كان برضو لما هتيجي تشتغلي هتبقى دي برضو إلى حد ما هتبقى فيها شدة شوية عن الطريقة الأخيرة بقى، اللي إيه، اللي الناس اللي هي بتبقى تقريبا نفس طريقة المكن اللي احنا الناس بتشتغل بيها، اللي هي بتديلك ايه، سهولة قوي، سهل قوي ان هي تمط، سهل ان هي ترجع تاني، سهل ان هي تمط وسهل ان هي ترجع تاني، تاخد الوضع الطبيعي بتاعها. انا هعملها دي ازاي برضو. الحالة الأخيرة بقى، أو هي مش الأخيرة، لأن في طريقة برضو بنبتدي التريكو باستخدام إبرة الكروشيه، ودي إن شاء الله هبقى أوريها لكم بعدين. دي لما بنكون محتاجين مثلا إن احنا نعمل البليسيه بس، أو البداية بلون غير اللون اللي احنا هنشتغل بيه. طيب الحالة بقى الرابعة اللي هي في بداية، في البداية، غالبا احنا لما بنيجي نعمل دهية ما بنستخدمش إبرة واحدة، يا إما بنستخدم نفس الإبرة دهيت، يعني بنيجي نعمل، نروح واخدين إبرتين كده مع بعض ونشتغل ونعمل بيهم الغرز، أو إن احنا بناخد واحدة كبيرة مع واحدة أصغر شوية، يعني اللي احنا هشتغل بيها الشغل، مع إبرة اللي هي هشتغل بيها البليسيه، وبعمل بيهم الاتنين، باخد واحدة من دي واحدة من دي، هيبقى مع عندي إبرتين بشتغل بيهم. خليني انا ابتدي بابره واحده عشان خاطر تبقى واضحه شويه ليكم. ادي عندي الخيط يعني انا بستخدم ابره كبيره مع ابره رفيعه مع ابره تخينه عشان اعمل البدايه بتاعتي دهي. دي انا عندي هنا الخيط اهو بتاع البداية، انا برضو بقى قايساه، مثلا هاخد 10 سنتي او 20 سنتي عشان اشوف هما هيعملوا لي كام غرزة، واشوف انا بعد كده انا هبقى محتاجة كام غرزة على الطول اللي انا محتاجاه، او الطول اللي انا هعمله. باجي اعمل ايه، ادي الفتلة السايبة اهي، دي الفتلة السايبة اهي، بروح هي جايباها هي كده، انا بستخدم الابهام والسبابة الاتنين مع بعض، الابرة الخيط، ادي الخيط الحر انا ماسكاه كده، وادي الخيط التاني ممسوك برضو معايا كده، باجي اروح جايه ادي الابره، واروح مدخلاها كده تحت الخيط، واروح لفاها، اروح لفاها، يبقى انا كده عملت زي ايه، حلقه. باجي اروح، شايفين ادي الخيط اهو اللي طالع لبره، اروح جايه من وراه وداخله بينه وبين الخيط التاني، اروح جايه واروح لفه حوالين واخده الخيط اللي عندي بتاع اللي عند السبابة، واروح لفة كام تاني، انا دخلت كده تحت الخيط، ادي الخيط اللي حوالين السبابة، ادي الخيط اللي حوالين الابهام،
ادي الخيط اللي من بره، بجيب الابرة وبروح مدخلاها من ورا الخيط اللي ورا، اللي هو السايب اللي بره خالص. اروح دخلت، يبقى انا كده كان دخلت بين، دخلت الابرة في حلقة. اروح جاية واروح واخدة كأني بغرف بقى الابرة اهي، باخد بلف الابرة من تحت الخيط اهي، كأني بغرفها، شايفين؟ وبروح واخداها كأني عملت حلقة اهو عليها، واروح جاية واروح معدياها من الحلقة اللي انا كنت عملتها او اللي اتعملت معايا بالخيط، واروح شادة الخيط بالشكل ده. تاني اخش تحت الابرة، تحت الخيط، انا اسفة، دخلت، يبقى انا دخلت في حلقة هنا كده، اروح جاية واروح كأني بغرف الخيط كده، واروح واخداه على الابرة التانية، واروح معدياه من الحلقة دي، واروح راجعة تاني بالابهام، واروح شادة الخيط بتاعي كده. اخش كده، اخد لفة كده، اطلع من الحلقة بنفس الابهام، اروح واخدة الخيط، انا ما بسيبش الخيط من ايدي. اخش تحت الابهام وداخل في وسط الحلقة، الف الخيط كده واروح مسحباه في الحلقة، من الحلقة، واروح خارجة بيه واشده بالابهام، الف كده، نخش كده، الف كده، وبعدين اروح معدياه من الحلقة اللي عندي، واروح سحبة الخيط بالابهام تاني. اخش هنا، شايفين؟ هو مفيش حلقة هنا، بس انا لما جيت عملت كده اتكونت لي هنا حلقة، فدخلت بينها بالإبرة، وجيت ادي الخيط اللي موجود عندي هنا، رحت جاية وغرفة عاملة زي كني بغرف كده الخيط، واروح سحباه من الحلقة ومخرجاه، واشد الخيط بتاعي كده كده. طبعا انتوا الحاجة اللي انتوا ما انتوش بتبقاش واضحة عندكم، ممكن ترجعي الفيديو وتشوفيها تاني، ممكن تبطئي الفيديو وانتي بتشوفيها عشان تقدري توصلي للحاجة اللي هي مش واضحة. اظن يعني كده واضح جدا ليكم. دي كده كانت 4 طرق للبداية بتاعة التريكو. انا هخش كده، عملت لي، انا جيت اهو مفيش حلقة، بس انا جيت رحت عاملة كده زي حلقة، ورحت داخلة بالابرة بين الخيطين دولت، ورحت جاية ورحت الخيط اللي هو حوالين السبابة، جيت من تحته وخرجته كده وطلعت بيه اهو، دخلت لفيته وخرجت بيه ولفيه وسحبت الخيط التاني اللي عندي. دي كانت ال4 طرق بتاعة الخيط بتاعة بداية التريكو. طبعا انت مش هتكتفي بالبداية وهتقعدي، المفروض ان انت بتشتغلي تعرفي بقى الغرز اللي انت ممكن تشتغلي بيها. فانا تكملة، انا كان يعني انا لحد كده انا ممكن ده كده الفيديو بتاعي يخلص، لكن مش معقول طبعا الناس هتبتدي هتتعلم بداية الشغل من غير ما تشتغل حاجة. فهناخد بالمرة معانا الغرزة العدل والغرزة المقلوبة ازاي انا بشتغلهم. انا هنا هبتدي، هخش تحت الخيط، انا ماسكة ابرتين، هخش تحت الخيط، هلف لفة كده، انا كده عملت اول غرزة عندي. هخش تحت، انا هعمل البداية بتاعتي اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي، اللي هي الطريقة الرابعة. انا بلف كده، انا بعمل البداية بتاعتي على ابرتين، اكتفي بكده.
هربط الخيط بتاعي. لازم نربط الخيط في الاخر كده عشان خاطر يبقى لما تيجي تبتدي تشتغلي ما يفكش مني. هنروح سحبة ابرة من الاتنين. ادي الفتلة الكبيرة، الفتلة دي اللي هي دي الصغيرة دي، اللي هي دي انا مش هشتغل بيها، انا هشتغل بالفتلة اللي هي متصلة بالشلة. الغرزة العدلة بقى بتبقى معمولة ازاي؟ بدخل ادي الابرة اللي عليها الغرز، بدخل الابرة التانية اللي انا هنقل عليها الغرز، بدخلها تحت منها، الاتنين هيكونوا في اتجاه واحد. هاجي اروح ماسكة الفتلة، خدوا بالكم لو ما تشتغلوش غلط يعني. ادي الفتلة اللي انا بتاعة الشلة، اروح لفة حوالين زي نفس طريقة اللي احنا كنا عملنا البداية التانية، بس الفرق هنا ان انت مش هترجعي الفرق بقى ان انت مش هترجعي الحلقة دي تاني على الابرة. بخش تحت اهو، بخش تحت الابرة، بلف على الابرة الفتلة من تحت لفوق، واروح سحباها لفة واخدة كده، واروح سحبة دهيت، نقلاها على الابرة التانية، لفة على الابرة، واروح مطلقة نقلاها على الابرة التانية، اخش ادخل الابرة تحت الابرة التانية الاولانية اسفة، واروح مطلعة الايه الحلقة اللي انا بعملها، دخل لي الابرة تحت الحلقة او تحت الابرة بين الحلقة، يعني في قلب الحلقة دهيت، اروح لفة لفيت الخيط حوالين الابرة، واروح سحباها كده من وسط الحلقة اللي عندي. تاني ادي الحلقة، ادي لفة الابرة، ادي بخش بسحب الحلقة اللي انا لفتها حوالين من، اخش تاني ادي اهوت، دخلت تحت الابرة، لفيت لفة على الابرة التانية، اروح نقلة الابرة الغرزة على السطر الابرة التانية، يبقى ابرة بيبقى عليها الشغل، الابرة التانية انا بنقل عليها الشغل، بشتغل الخيط، بعمل شايفين دي كده اسمها الغرزة العدلة. الابرتين في اتجاه واحد، الابرتين عادلين مع بعض في اتجاه واحد، دي ابسط طريقة، لان في طرق طبعا انت بتشتغلي بيها الغرزة العدلة، انا بعملها بالطريقة دي. يعني في ناس بتمسك الابرة الخيط بالابرة اللي زي ماسكة الكروشيه، بس انا بستخدم الطريقة دهيت. ادي دي اسمها الغرزة العدلة. لو احنا شفناها هنلاقيها انها عبارة عن ايه؟ عبارة عن سبعات. لو احنا بصينا لها هنلاقيها ان هي عبارة عن سبعات زي السبعات كده. ده الفتلة اللي انا خرجتها من وسط الحلقة دي، الفتل دي الخيط ده اللي انا خرجته من وسط الحلقات دهيت، فاديت لي شكل السبعة. طيب دي عدلة، لكن انا لو بصيت هنا اهوت هلاقيها ان هي مديالي ايه في الظهر بتاعها، مديالي ايه شكل خط، ده شكل خط مش شكل السبعة. يعني السبعة بتبقى في اتجاه الشكل العدل، ده الشكل المقلوب. طب لو انا اشتغلت هنا عدل برضو ايه اللي هيحصل؟ ادي الابرة هي عندي اهي، انا هشتغل عدل. خدوا بالكم، دي هنبقى نقولها برضو بعدين، يعني ان شاء الله في بداية السطر هنعمل ايه. في ناس بتلقط الابرة دي الفتلة الغرزة دي كده وما تشتغلش، ما تشتغلهاش، وتيجي تشتغل الغرزة التانية. انا ما بعملش كده، انا بعمل حاجة تانية. هنبقى ايه لما نيجي نشتغل الغرز بتاعتنا، هنبقى نيجي نعمل شغل اشغال، يعني نبقى نوريكم انا بعمل ايه.
ادي انا دخلت بالابرة اهي تحت بتاع الخيط، وادي الغرزة العدلة اهيت، ادي الغرزة العدلة، لفة خرجت، ادي الغرزة العدلة بتاعتي. الله، طب هي بقت هنا 7، شايفين مدياني هنا شكل 7 تاني. نفس اللي عملته السطر اللي فات بعمله السطر ده. وادي اخر غرزة في السطر. نيجي نشوف احنا عملنا ايه. بصوا بقى، شايفين السطر اللي فات الاولاني كان عدل فاداني الظهر بتاعه خط، اما جيت عملت السطر ده هو اتعدل، مش واضح قوي هنا كده شايفين. اما جيت عملت السطر ده عدل اهو، ادي السبعة اهي، ادي السبعة اهي، وادي الخط اللي خارج منها السبعة، وادي الخط اللي خارج منها، ادي السبعة والخط اللي خارج منها. يعني كأن هي لما بتيجي تدينا، لما نيجي نشتغل عدل في ناحية، الناحية التانية بتديني حاجة اسمها الغرزة المقلوبة. يبقى كأن الغرزة المقلوبة والغرزة العدلة الاتنين يعني ماشيين مع بعض. ما اقدرش اقول ان دي هتفضل غرزة عدلة يبقى الناحية التانية عدلة، لا، الناحية دي عدلة هتبقى الناحية دي مقلوب. انا ابتديت مجموعة تانية من الغرز عشان انا عايزة اوريكم غرزة الجرسي شكلها ايه. انا ابتديت مجموعة تانية من الغرز. اول سطر اشتغلت كله عدل، اول سطر اشتغلت كله عدل. طيب احنا كنا بنقول انا لو اشتغلت السطر التاني عدل، انا هنا دي عندي مجموعة الغرز اللي انا اشتغلتها قبل كده، ده كان اول سطر عدل. ما جيت قلبت الشغل واشتغلت فكان السطر ده هو اتعدل، بس هنا اتضح ان هو ايه، لما جيت الناحية التانية كان مقلوب، كان مقلوب. جيت اشتغلت هنا السطر ده عدل، بس هنا اداني هنا ايه، الشغل مقلوب. يبقى كأن انا لما بشتغل غرزة عدلة بتديني الناحية التانية غرزة مقلوبة، ما بتدينيش الغرزة العدلة، مش هتديني غرزة عدلة. فأي حاجة يبقى ده إذا كان ده هنشتغله على الناحية ديت، ده هيبقى الوجه، هنلاقي إن الظهر بتاعه الخطوط دهيت اللي هي الغرزة المقلوبة. طب يبقى أنا كده هو أنا ما اتعلمتش غير الغرزة العدلة، هعمل الغرزة المقلوبة إزاي؟ عشان أعمل الغرزة المقلوبة هنا هوت، إحنا عندنا لو إحنا خدنا بالنا هنشوف ان هنا السطر كله، ان السطور كلها طالعه زي بعضها، كان نفس اللي هي دي اسمها غرزه الجرسي، او اللي هو زي النسيج بتاع الجرسي اللي احنا بنشتريه العادي. فده بنلاقيه ان هو كله سبعات 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 وثمانيات، سبعات وثمانيات سبعات، مفيش حاجه. الخطوط دي ما بتظهرش غير في الناحيه دهيت اللي هو ده الشط ده، الغرز المقلوبه، ودي اللي هي الغرز اللي هي بتبقى عدله كلها. طب ازاي انا شغله كل ده هو اتعدل، ولما اشتغلت كل ده عدل طلع لي بالمنظر ده هو. المنظر ده عشان انا احصل على دهوت يبقى لازم اول سطر، لو انا اشتغلت اول سطر عدل يبقى لازم تاني سطر اشتغله مقلوب، هشتغل السطر ده غرزة مقلوبة عشان تبقى مقلوبة زي دي. يعني دي غرزة مقلوبة، دي اللي هي الظهر بتاع العدل مقلوب. فانا عشان اشتغل الغرزة اخلي الشغل ده هو من قدام كله عدل، كله سبعات،
زي الشغل اللي احنا شفناه قبل كده اللي هو بتاع الجيرسي، يبقى لازم الشغل هنا ده كله يبقى كله الظهر بتاعه يبقى كله مقلوب. الغرزة المقلوبة انا بشتغلها ازاي؟ انا باجي احط الابرتين بقى عكس بعضيهم. يعني كنت في الاول في الغرزه العدله دي الابره اللي عليها الشغل، الابره الغرزه اهي، باجي اروح داخله تحت منها واروح مدخله الابره. لا، هنا انا هدخل الابره في الحلقه بس في اتجاه معاكس لايه، للابره اللي عليها الشغل. الابره اللي هيبقى الخيط قدام مني اهو. المره اللي فاتت لا، انا لما كنت بشتغل الغرزه العدله كان الخيط تحت، ما كانش قدامي. انما وانا بشتغل الغرزه المقلوبه لازم الخيط يبقى ايه، قدامي كده مع الابره اللي انا بشتغل بنقل الشغل عليها. بجيب ادي الخيط اهو، اروح جايه واروح لفه، اروح جايه واروح لفه الخيط كده حوالين الابره، واروح جايه واروح سحباها بالابره اللي انا لفيت عليها ومخرجاها من عند الابره اللي كان عليها الشغل. اروح داخله تاني اتجاه عكسي اهو، اخد الخيط اهو الفه حوالين الابره واروح جايه واروح منزله الابره تحت الابره الاساسيه واروح مطلعه الغرزه عندي، فطلعت لي هنا زي ايه، خط اهي تاني، ما بقتش سبعه. هدخل هنا برضو الابره هنا هتبقى قدام الابره الاساسيه وفي اتجاه معاكس ليها، وادي الخيط اهو قدام مني هنا، واروح جايه واروح لفاه حوالين الابره واروح منزله بالخيط تحت، معدياه من تحت الابره التانية واروح طالعه كده تاني. ادي دخلت في الحلقه وبقيت قدام الابره الاساسيه، ادي الخيط قدام مني، هروح واخداه لفاه حوالين الابره واروح واخداه ونازله بيه من تحت الابره التانية واروح طالعه كده، فديت لي خط اهو تاني. بس لو احنا جينا بصينا بقى الناحيه دي، شايفين ادي الظهر اهو اللي هو المفروض بقى اللي هو الوش، اداني كلها الغرزه ايه، شايفين اداني الغرزه كلها ايه اهي عدله. فكأن انا هشتغل ناحيه عدل، الناحيه التانية لما اجي اشتغلها مقلوب. لو انا عايزه اعمل غرزه الجرسين يبقى انا كده هنا الناحيه دي هشتغلها مقلوب عشان يبقى الناحيه التانية هتبقى الناحيه التانية بتاعتها هتبقى عدله. ادي المقلوب قصاد ورا منه عدل، الظهر بتاعه عدل، والعدل الظهر بتاعه مقلوب. يبقى انا هنا بشتغل غرزة، ادي الغرزة المقلوبة اهي، عشان انا محتاجة ان انا الناحية التانية كلها تبقى عدلة. ف ادي ده من مديني انا في الوش ده في الوجه ده مديهوني مقلوب، لكنه في الناحية الحقيقية او في الناحية الاصلية بتاعت الشغل متديني غرزة عدلة. يبقى لما اكون عايزة احصل على شغل الجرسيه او منظر الجرسيه، يبقى الغرزة السطر الاولاني او سطر منهم، السطر اذا ابتديت سطر عدل يبقى السطر اللي بعديه مقلوب، سطر عدل وسطر مقلوب. اذا ابتديت بسطر مقلوب يبقى السطر اللي بعديه عدل، يبقى سطر مقلوب وسطر عدل وهكذا. عشان انا لما هاجي انا بشتغل دلوقتي ده ظهر الشغل، فظهر الشغل انا لما بشتغله ابره غرزه مقلوبه بتديني الناحيه التانية غرزه عدله. دي الغرزه المقلوبه اهي، شايفين لفه وبلف كده وبرجع، ادي اهي، وجيت قلبت الشغل هلاقيه بالشكل بالمنظر ده. لو انا حبيت اشتغل بقى على الوجه ده مش هشتغل بقى بغرزه مقلوب، هشتغل غرزه عدله تاني عشان تكمل على دهون. اجي اقلب الشغل الناحيه التانية هتديني شغل، اشتغل بغرزه مقلوبه عشان تديني في الوجه ده هتبقى غرزه عدله. هشتغل شويه كام سطر كده ونشوفها شكلها يبقى ايه. يبقى انا لو عايزه احصل على غرزه الجرسي بعمل سطر عدل وسطر مقلوب،
السطر العدل ده اللي هو بشتغل قدام مني، لما باجي اقلب الشغل عشان احصل على الناحية دي برضو عدل، بشتغل الناحية دهيت مقلوب. عرفنا الغرزة العدل بتتعمل ازاي، عرفنا الغرزة المقلوب بتتعمل ازاي. دي غرزة اسمها غرزة الجرسي. الغرزة دي اسمها الغرزة المرنة. آم، هنلاقيها سطر عدل وسطر مقلوب. برضو بتدي منظر حلو في الشغل بتاعها. يعني احيانا الناس بتشتغل الشغل كله بيبقى بالغرزة المرنة اللي هي بتبقى كل السطور عدل او كل السطور مقلوب. ده كان كل حاجة عن دي الغرز الأساسية اللي عندنا في التريكو. طبعا في حاجات تانية كتير، ازاي تعملي العروة، ازاي تعملي شغل الأجور، ازاي تعملي الضفيرة. طبعا الحاجات دي كلها هنتعرفها إن شاء الله في فيديوهات جاية جديد تانية كتير إن شاء الله. فدي قلنا الغرزة المرنة، دي إما كل السطور عادل او كل السطور مقلوب. غرزة الجرسي دي لازم يكون سطر عادل وسطر مقلوب عشان اقدر احصل على الشكل اللي انا عاملاه ده. هو اتمنى ان انتوا تستفيدوا من الفيديو ده ان شاء الله، وتقدري تشوفي، تقدري تتعاملي مع الفيديوهات اللي هي بتبقى على القنوات التانية بتاعت التريكو، قبل ما او ان انتوا تشوفوا مثلا البلوفر اللي انا كنت منزلاه تريكو. طبعا سهل جدا لانه ما فيهوش لا فتحات، لا ما فيهوش اي ضفيره، ما فيهوش اي حاجه. هو بس بيعتمد على العدد بتاع الغرز العدله والغرز المقلوبه. وبالتالي هتقدري تعمليه حتى لو انت لسه مبتدئه. طبعا البليسيه والحاجات دهيت بتبقي انت برضو انا شرحها بالتفصيل في الفيديوهات بتاعه البلوفر اللي انا كنت عاملاه. لو انت حابه ان انت تعمليه وتكملي ان شاء الله، هتلاقيه سهل جدا، ما فيهوش اي مشاكل، ما فيهوش اي حاجات غامضه. طبعا غير لما بيكون مثلا ان احنا عاملين ضفاير او ان احنا عاملين شغل بالاجور. اتمنى ان الفيديو ده هو ينفعكم ان شاء الله. وطبعا عرفنا 4 حالات من حالات اللي هي البداية بتاعة التريكو. اتمنى ان انتوا تجربوا اي واحدة فيهم، ان انتوا تشتغلوا بيهم. الحاجة اللي انت تستسهليها وتلاقيها متوافقة معاكي اعمليها، او اللي انت قادرة تشتغلي بيها اشتغلي بيها. اتمنى اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك فيها، وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على علامة الكل عشان يوصلكوا كل جديد. ألقاكم على خير إن شاء الله في فيديوهات تانية كتير. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.